said it wasn't real. You all right? Can you hear me? Get me out of here, man! لو زهقت من كتر التدوير ومش لاقي فيلم رعب يملى دماغك، الفيديو ده معمول عشانك. النهارده انا جايب لك الخلاصه لاقوى 15 فيلم رعب منسيين. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 15 Contamination. It's a trap! It's game over. You hear me? Game over. منشأة أبحاث سرية في ألاسكا، فجأة الاتصال بيتقطع معاها تماما ومحدش عارف ايه اللي حصل جوه. الجيش بيبعت فرقة عمليات خاصة عشان يستردوا بيانات سرية ويدمروا المكان باللي فيه، بس الصدمة لما بيدخلوا وبيكتشفوا ان الشيء اللي دمر المكان لسه عايش ومستنيهم. الفيلم ميكس مرعب بين الأكشن وحبس الأنفاس، وميزته ان المؤثرات البصرية والوحوش فيه حقيقية ومرعبة جدا. رقم 14 نينا فوريفر. You're my boyfriend's dad's ex-girlfriend. I'm not an ex. You're dead. شاب اسمه روب بيحاول يتخطى موت حبيبته نينا في حادثة عربية، وبيبدأ يدخل في علاقة جديدة مع زميلته في الشغل اللي بتحاول تساعده. لكن المفاجأة المرعبة إنهم كل ما يجوا يقعدوا مع بعض تظهر لهم جثة حبيبته الميتة غرقانة في دمها. ومش بس كده، دي بتقعد تتناقش معاهم في علاقتهم. الفيلم واخد رعب على كوميديا سودا، وفكرته غريبة جدا وذكية جدا جدا، لدرجة إنه ترشح ل 12 جايزة في المهرجانات البريطانية. رقم 13 ستريم. More kills equals more points. Creativity counts. عيلة عادية بتدخل تبيت في فندق في أجازة الويك إند، لكن اللي ما يعرفوش إن الفندق ده اتقفل عليهم عن طريق منظمة سرية على الإنترنت عشان يكون ساحة لمسابقة قتل لايف، وبيكون فيه 4 قتلة مقنعين ومجانين محبوسين معاهم، وبيتنافسوا مين هيقتل النزلة بطرق مبتكرة ومرعبة أكتر عشان يلموا نقط وفلوس من المشاهدين حوالين العالم. الفيلم ده معمول كإشادة بأفلام رعب الثمانينات، واللي أشرف على كمية الدم والقتل المرعبة اللي فيه هو المخرج بتاع سلسلة أفلام ترافاير الشهيرة. رقم 12 The Dark Hour. A breath. A chill. مجموعة من الناجين عايشين في ملجأ تحت الأرض بعد حادثة دمرت العالم وخلته غير صالح للحياة. عايشين تحت الأرض بقالهم سنين لدرجة إنهم بدأوا يكرهوا بعض ويجي لهم جنون العزلة. الخطر الحقيقي مش بس جوه، الخطر الأكبر إن بره الملجأ ده في الضلمة في كائنات مرعبة اسمها الظلال، بتعمل دوريات ومستنية أي حد يغلط ويطلع. الفيلم أسباني والمخرج عبقري في إنه يحسسك بالخنقة والعبء النفسي، والألوان جوه الملجأ تجيب اكتئاب ورعب لوحدها. رقم 11 Faces of Death. Content that violates policy, flag it and move on. You may be tempted to look into it. مارجو بنت شغالة مراجعة محتوى على منصة سوشيال ميديا كبيرة، يعني شغلتها تشوف الفيديوهات العنيفة والمرعبة اللي الناس بتبلغ عنها عشان تحذفها. فجأة بتبدأ تظهر قدامها فيديوهات غريبة بتعيد تمثيل مشاهد من فيلم رعب شهير. هنا مارجو بتدخل في دوامة مرعبة، هل الفيديوهات دي مجرد تمثيل وخدعة سينمائية ولا دي جرائم حقيقية بتحصل في نفس اللحظة والناس بتموت بجد؟ الفيلم بيلعب على سيكولوجية السوشيال ميديا والرعب الحقيقي اللي ممكن نشوفه ورا الشاشات. رقم 10 The Awakening. Something is causing this. Why do you keep your eyes closed, Florence? You need to see ghosts. بنرجع لسنة 1921 في انجلترا بعد الحرب العالمية الأولى. فلورنس ست مشهورة جدا بشغلتها إنها بتكشف الخدع والنصب وراء قضايا البيوت المسكونة والأشباح. في وقت البلد كلها كانت هيمنة ومجنونة عشان تتواصل مع قتلى الحرب، بيطلبوها تروح تحقق في مدرسة داخلية معزولة بعد ما طفل مات هناك، والطلاب الباقيين بيقولوا إنهم شافوا شبح طفل بيتحرك. فلورنس بتروح بأجهزتها وثقتها العمياء إن مفيش أشباح، بس اللي بتشوفه هناك بيهز قناعاتها تماما. الفيلم مش مجرد قصة أشباح تقليدية، ده مبني بكادرات سينمائية فخمة وأجواء بريطانية كئيبة هتاخدك جوه اللعبة النفسية بالملي. رقم 9 أبسنتيا. I swear to you, I could hear him in the walls.
القصة بتحكي عن تريشا اللي جوزها اختفى بدون أي تفسير، وبعد السنين دي كلها بتضطر قانونيا تمضي ورق إنه متوفي في الغياب عشان تقدر تكمل حياتها. أختها بتيجي عشان تساعدها في تلميم المكان، لكن الصدمة بتيجي من النفق اللي جنب بيتهم. النفق ده ليه تاريخ مرعب ومريب، والاتنين ما كانوش واخدين الموضوع بجد لحد ما بيبدأوا يسمعوا أصوات غريبة ورا الجدران. الفيلم ده هو البداية الإخراجية للمخرج العبقري مايك فلاناجان، مخرج المسلسلات الشهيرة ذا ميدنايت ماس وهانتنج اوف هيل هاوس، وعمله بميزانية صغيرة جدا بس طلع تحفة مرعبة وبناء نفسي يخلي جسمك يقشعر. رقم 8 اكسترا اورديناري. What is evil? Coming, my sweet. القصة بتحكي عن روز مدربة سواقة في مدينة أيرلندية صغيرة، بس عندها قدرات خارقة للطبيعة بتخفيها وبتحاول تتجاهلها عشان تعيش طبيعية وتعلم الناس يسوقوا عربياتهم وبس. بتتعرف على مارتن، رجل أرمل ومراته الميتة مش سايباه في حاله، عمالة تحرك العفش وتعمل دوشة ومخليها النوم مستحيل هو وبنته. الخيوط كلها بتتشابك لما مغني مشهور ومنتهي بيحاول يستغل عيلة مارتن في طقوس سحرية مرعبة عشان يرجع للشهرة. الفيلم ممتع جدا وذكي وهتضحك وتتخض في نفس الوقت. رقم 7 سبلينتر. Move away from the glass. They tracked us somehow. We gotta get out of this gas station. Wait. زوجين طالعين رحلة تخييم باظت منهم وفجأة بيتعرضوا لتثبيت وسرقة عربية من 2 مجرمين. الأربعة بيبقوا مع بعض ومجبرين يقفوا في محطة بنزين معزولة وسط مقاطعة أوكلاهوما. بس المشكلة الحقيقية مش في الرهاين ولا المجرمين، المشكلة إن في شيء مرعب مستخبي في الغابة بره، والشيء ده عبارة عن طفيليات بتدخل في جسم الكائنات الحية والحيوانات وبتحولها لوحوش مرعبة. محطة البنزين والضلمة بره بيتحولوا لجحيم حقيقي. والفيلم معمول بميزانية صغيرة جدا وفي 23 يوم بس، لكن المؤثرات البصرية والدموية مصنوعة بحرفية تم لعشاق الرعب المقفول. رقم 6 لوب تراك. You all think I'm saying things that don't exist. But you know that it doesn't exist. Right? راجل على حافة الانهيار العصبي بيقرر ياخد بعضه ويطلع رحلة تخييم لمدة 4 أيام لوحده في أكبر غابات نيوزيلندا عشان يبعد عن البشر، لكن حظه السيء بيخليه يقابل ناس مش حابب يكون معاهم ويضطر يمشوا معاه. الرعب بيبدأ لما يلمح من بعيد بين الشجر شكل كائن أو شخص غامض ومجهول ماشي وراهم وبيراقبهم من مسافات. المشكلة إن مفيش حد من اللي معاه مصدقه وفاكرينه مجنون وبيهلوس بسبب مرضه النفسي. الغابة الواسعة والخلفية المرعبة هتخليك تحس بالرعب والتهديد الحقيقي للمكان. رقم 5 12 hour shift. Cousin of yours into this if you knew she would kill people. I sometimes have too much faith in humanity. That is what I like about you. ممرضة في وردية ليلية في مستشفى صغيرة بتزود دخلها عن طريق سرقة أعضاء المرضى اللي لسه ميتين وبتبيعها في السوق السوداء. وفي ليلة وردية مدتها 12 ساعة قريبتها بتضيع كيس أعضاء مهم جدا، والزباين المجرمين بيبعتوا الناس يخلصوا الموضوع. وهناك بنشوف سلسلة من الكوارث والقرارات الغبية اللي هتخليك عايز تعرف إيه اللي هيحصل في النهاية. رقم 4 راديوس. الراجل بيفوق من حادثة عربية وهو فاقد الذاكرة تماما وبيبدأ يمشي في البلد عشان يطلب مساعدة، بس بيكتشف كارثة. أي كائن حي إنسان أو حيوان بيقرب منه لمسافة معينة بيموت فورا في مكانه. احنا مش بنتكلم عن عيان أو في فيروس، حرفيا هو مصدر الموت. فيلم خيال علمي وغموض هيربطك من أول ثانية ومستحيل تتوقع نهايته. رقم 3 هوكم. بومان كاتب رعب مشهور جدا بس بقاله فترة مش عارف يخلص كتابه الجديد، وكمان بيمر بحالة حزن واكتئاب بعد موت أهله. بياخد بعضه وبيسافر لفندق معزول في ريف أيرلندا عشان ينشر رماد جثمانهم هناك. الفندق قديم والعاملين فيه غريبين جدا، والناس في المنطقة بيحكوا قصص مرعبة عن الجناح اللي أهله سكنوا فيه زمان، قصص إدارة الفندق مش عاوزاه يسمعها نهائي. المخرج هنا بيلعب بيك لعبة الزوايا المقفولة، يعني بيصور جوه ممرات الفندق الضيقة وبطريقة تخليك دايما مرعوب ومش عارف إيه اللي مستنيك في الضلمة. رقم 2 بيديفلد.
بنت شغالة في مكتب في سيول بتقرر تاخد اجازة وتروح تزور الجزيرة النائية اللي اتولدت فيها بعد سنين طويلة. هناك بتقابل صاحبة طفولتها بيكنام. الصدمة ان صاحبتها دي هي الست الشابة الوحيدة في الجزيرة، وبتتعرض لأبشع انواع السخرية والإهانة والعنف من رجالة وعجائز الجزيرة وسط صمت تام. الفيلم ده مقسوم نصين بالظبط، والنص الأول بيوريك حجم الظلم والقهر اللي بتعيشه الست دي، والنص التاني بيتحول لجحيم وانتقام دموي غير متوقع. هتشوف فيه الوش التاني لبيكنام وهي بتخلص حقها من الجزيرة كلها. واحد من أقوى وأعنف أفلام السينما الكورية اللي هتقعد تتفرج عليه وانت مبسوط بالصدمة اللي هتحصل لك. رقم 1 باتل رويال. 一体何なんですか？この国はバトルロワイヤル。みんなは必死になって戦って生き残る価値のある大人になりましょう。 اليابان في المستقبل القريب بتكون في حالة أزمة، وبسبب ده الحكومة بتصدر قانون مرعب. كل سنة بيتم اختيار فصل في المدرسة الثانوية عشوائيا، وبياخدوا الطلاب لجزيرة مهجورة وبيدوهم سلاح وخريطة، والشرط الوحيد إن شخص واحد بس هو اللي لازم يخرج من الجزيرة دي عايش، ومعاهم 3 أيام بس، و42 طالب وطالبة مجبرين يقتلوا أصحابهم عشان يعيشوا. الفيلم ده يعتبر الأب الروحي لألعاب الباتل رويال، وبيلعب على نفسية الطلاب والتحول المرعب من الصداقة للقتل. الفيلم حقق 30 مليون دولار في اليابان بس، وهو تحفة سينمائية سوداوية ومثيرة لأبعد حد. ودي كانت نهاية الفيديو لأقوى 15 فيلم رعب منسية. قول في الكومنتات ايه اكتر فيلم صدمك وناوي تسهر عليه النهاردة. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناة عشان يوصلك الترشيحات الجديدة اول باول. اشوفكوا على خير.